اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اهلا بيكم في قناتي مطبخ تيستي بيتي. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ تعالوا في الفيديو النهارده نعمل مع بعض صنف مشهور قوي اليومين اللي فاتوا، خارج من مطعم الشيف براك، معدي ثمنه ال1000 جنيه مع ان مكوناته بسيطه قوي. هنعمل مع بعض النهارده كباب علي نازك، طبق تركي مشهور، بس انا بصراحه اول مره اجربه. لفت نظري ان سعره معدي ال1000 جنيه، صنف غالي رغم ان مكوناته بسيطه قوي. تعالوا نعمله مع بعض النهارده ونشوف اذا كان بيستاهل ثمنه ولا هو ثمنه مبالغ فيه. تابعي معايا الفيديو خطوه بخطوه، بس الاول انزلي اعملي لايك على الفيديو ده واشتركي في قناتي وفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد بعمله. اول حاجه كده معايا البتنجان، وهو المكون الاساسي في الطبق. بتنجان رومي نقيه يكون حلو كده وقلبه ابيض مش مبزر، وهاتي حسب عدد افراد اسرتك. انا معايا ده تقريبا 1.5 كيلو بتنجان، وكام واحده فلفل حامي كده، دول هستخدمهم للديكور، هو مش اساسي في الطبق. هجيب بقى صينيه حلوه كده تكون بتدخل الفرن، احط فيها الفلفل واحط البتنجان. الاول كده هعمل فيه فتحات بالسكينه عشان لما يتشوي في الفرن ما يفرقعش في الفرن. اعملي كام فتحه بالسكينه بسيطه كده وحطيه في الصينيه ودخليه الفرن على اعلى درجه حراره، وسيبيه بقى براحته لما يتشوي خالص. انا بحب ازود عليه في الشوي علشان يبقى فيه ريحه الشوي بالظبط زي ما بنعمل البابا غنوج. هدخل بقى الصينيه في الفرن وابدا اجهز الكباب بقى نفسه. معايا هنا ده لحمه مفرومه، وتكون مفرومه ناعم واخده وشين كده على المفرمه. هحطها في الطبق وهنزل عليها ببصلتين صغيرين ويكونوا مبشورين على المبشره عشان البصل يبقى ناعم ما يبانش معايا في الكفته. هحط عليهم كمان دي ربطه بقدونس، بس انا واخده الورق بس ومقطعاه ناعم جدا. بهارات الكباب بقى هنحط معلقه ونص ملح، نص معلقه فلفل اسمر، ومعلقه كامله من بهارات الكفته اللي هي عباره عن كبابه صيني وحبهان ورقه لورا. حطي عليهم شويه ملح وطحنيهم مع بعض مع حته صغننه جدا من بلحه جوز الطيب. هحط كمان نص معلقه بابريكا، وخلاص كده ابدأي بقى اعجني الكباب بايدك. هي دي بس التوابل للكباب ده، هيديكي طعم مميز جدا. هي كفته، احنا بنقول عليها كفته، هم بيسموا الكفته كباب، فهو ده الكباب. اعجنيه بايدك كويس جدا لحد اللحمه ما تسمغ معاكي. احنا مش بس بندخل المكونات في بعضيها يا بنات، اعجنيه زي العجينه كده وخدي وقتك بقى واعجني فيه كويس جدا لحد ما تمسكي حته اللحمه في ايدك تدوسي عليها تتشكل. خلاص كده انا خلصت عجن في الكباب، هبدا بقى اشكله. التشكيل هنا ذوقك، ممكن تعملي اي شكل، ممكن تعمليها كور، ممكن تعمليها كفته صوابع، ممكن تعملي الشكل اللي انا عملته ده. انا كنت بعمل صباع الكفته عادي وبعدين ادوس عليه بايدي ابططه. اعملي الشكل اللي يعجبك، هي ملهاش قاعده، هو بيتعمل بالكباب اللي هي الكفته بتاعتنا دي باللحمه المفرومه، وممكن تعملي نفس الطبق اللي هو كباب علي نازك ده بقطع اللحمه السليمه. فانا خدت الشكل ده عشان يبقى بين الاتنين، بين شكل الكباب وبين شكل اللحمه السليمه. زي ما قلت لك انا باخد حته اللحمه بالمقاس اللي انت عايزاه او بالحجم اللي انت عايزاه، بلفه على ايدي كده اعمله زي صباع الكفته، وبعدين بضغط عليه ابططه وبالسكينه كده وباخد فيه شرايح اللي يعني كان على الجريل لو واخد علامه من الجريل وكده. بس كده هخلص تشكيل بقى كل الكميه اللي معايا، عملتها بالشكل ده كده واخده علامات بالسكينه كده كانها كانت على جريلا والجريلا معلمه فيها. هي دي الكميه اللي انا عملتها. اعملي الكميه زي ما انت عايزه تعملي كيلو، عايزه تعملي نص كيلو، براحتك. الطبق ملوش اي مقادير، حطي زي ما انت عايزه. البتنجان بتاعي اتشوى اهو، طلعته من الفرن. زي ما قلت لك انا بحب ادوس عليه شويه في الشوي عشان البتنجان نفسه من جوه ياخد ريحه الشوي. هبدا بقى اقشره زي ما بنقشر البتنجان واحنا بنعمل البابا غنوج عادي. باخد فتحه كده تحت الفرع بتاع البتنجانه وببدا اقشره، بيتقشر معاكي بسهوله، خصوصا لو سبتيه يبرد، يعني مش اول ما يطلع من الفرن تبداي تقشري فيه. سيبيه يبرد شويه كده وياخد حراره المطبخ، هتلاقي القشره لوحدها عازله من البتنجان. انا بشيل نص القشره كده وبكحت، بنزل البتنجانه بالمعلقه في الطبق اللي انا هعمل فيه. يستحسن زي ما قلت لك تسيب البتنجان يبرد خالص وبعدين تقشريه، سهله جدا ما فيهاش اي حاجه. هقشر بقى كل البتنجان اللي معايا بنفس الطريقه، باخد فتحه بالسكينه بسيطه كده وبايدي وبشد القشر، بيتقشر معايا سهل قوي. وبمعلقه او بسكينه وكحتي قلب البتنجان نزليه في الطبق. الاتراك من الشعوب اللي بيحبوا جدا البتنجان وبيدخلوه في اطباق مهمه جدا، مش زي عندنا كده للاكلات اللي بنقضي بيها الايام العاديه. لا، هو البتنجان بيدخل في اطباق حلوه ومميزه زي كباب علي نازك، زي كباب البتنجان ببساطه كده بيتعمل بيه اصناف حلوه وغاليه قوي، مش زي عندنا. ثقافه البتنجان عندهم مختلفه شويه عن عندنا. كده انا قشرت البتنجان بتاعي كله، هنبدا بقى نجهز بيه الطبق بتاعنا. اول حاجه كده هنحط عليه زبادي. لكل بتنجانه هتاخد علبه زبادي، ويا ريت زبادي يكون ما فيهوش ميه كتير، يعني فضيه من العلب بتاعته كده في حاجه وسيبيه يصفي ميته. انا مش عايزه ميه في الزبادي. بعد كده بنحط معلقه ونص لبنه، لو مش عندك لبنه حطي قشطه او ساور كريم او اي حاجه يبقى طعمها كريمي. هحط كمان معلقه طحينه، والطحينه دي مش اساسي خالص في الوصفه، انا حطاها كده بس عشان تدي تيست للبتنجان. نص معلقه ثوم مفروم، رشه ملح
وعصرة نص ليمونة. هحط كمان نص معلقة اكل كمون وشوية بابريكا، حوالي نص معلقة بابريكا كده. بس كده بالشوكة بقى او بهرسة البطاطس وهريس البتنجان، هو مش بيبقى دايب قوي، هو بيبقى فيه زي قطع بسيطة كده. اهرسيه بالشوكة، يعني متضربيهوش بهاند بلندر ولا تفرميه بحاجة تفرميه ناعم، خليه زي ما هو كده، قطع البتنجان تكون باينة. انا هرسته بالشوكة ودخلت المكونات كلها في بعضها، الطحينة مع الزبادي مع اللبنة والتوابل، وقلبته كويس جدا. وخلاص كده دي قاعدة الطبق بتاعتنا بقت جاهزة. هي دي الطبقة او طبقة البتنجان اللي بيتفرد عليها الكباب. هبدأ بقى اجهز الكباب نفسه. طاسة على النار وهحط فيها شوية زيت صغيرين، وهبدأ اقلي الكفتة او الكباب اللي معايا. ما بياخدش وقت كتير على النار، 3-4 دقايق كده وهتلاقيه لون. احنا مش هنسويه، انا بس بديله لون كده وعشان الكباب يمسك نفسه. بقلبه على النار 5-6 دقايق لحد ما ياخد اللون الحلو ده، وبعدين بخرجه. شايفاه على طول بيلون، ما بياخدش اي وقت. شايفه لونه وشايفه التجزيعات اللي احنا عملناها بالسكينه لسه باينه فيه، كانه هو معمول على جريلا ومضلعه فيه. هطلع بقى الكباب من الطاسه وهقلي بقيه الكميه اللي معايا اهو يا بنات. بعد ما قليته ده شكله، وانتي بتقليه خلي النار هاديه عشان على قد ما تقدري كده يكون الكباب مستوي من قلبه. بس كده الزيت اللي قليت فيه البتنجان هنزل فيه بمعلقه كبيره بابريكا. هما بيحطوا دبس فلفل، احنا ممكن لو ما عندكيش دبس الفلفل حطي معلقه كبيره بابريكا، معلقه كبيره صلصه، وقلبيهم مع الزيت شويه كده. وبعد كده تنزلي عليهم بشويه صلصه طماطم او عصير طماطم مضروبه في الخلاط، ده تقريبا نص شفشق، وسيبيهم بقى يغلوا مع بعض. هديهم الملح والفلفل، معلقه ملح بسيطه كده، شويه فلفل، دي رشه بسيطه من البهارات اللي احنا حطيناها في الكباب، وسيبيه بقى يغلي ويتسبك مع بعضه غلوة كده. وهنزل بقى بالكباب في الصلصة دي او في الصوص ده، واديله غلوة مع الصوص ده يشرب منه، وكمان ياخد بقية السوا بتاعه. هي التحميرة اللي احنا اديناها له دي مش هتسويه قوي، اديله غلوتين كمان مع الصلصة دي عشان يكمل سوا. بس كده احنا خلصنا الطبق بتاعنا، مفيش اسهل من كده ومفيش ابسط من كده. هنبدأ بقى نجهز الطبق بتاعنا او نغرف الطبق بتاعنا زي ما بيتقدم بالظبط في المطعم. معايا هنا الكباب اهو بالصوص بتاعه، خد السوا بتاعه وشكل الصوص بتاعه خطير. هحط طبقة من البتنجان في الطبق اللي هقدم فيه، طبقة حلوة كده، وافرديها في الطبق ايا كان بقى شكل الطبق. وممكن تعملي اطباق صغيرة حسب العدد اللي عندك، ممكن تعملي سرفيس كبير زي ما انا عملت كده. بساوي البتنجان في الطبق وبعد كده برص عليه وحدات الكباب برضو بالطريقة وبالعدد اللي يعجبك. انا عملته بالشكل ده، طبق كبير كده وكله ياخد منه. لو حابة تعملي اطباق صغيرة زي ما قلتلك براحتك. بعد كده بعد ما حطيت الكباب عليه هبدأ بقى ارش الصوص ده واغرق بيه الكباب واغرق بيه البتنجان. بس كده هو ده كباب علي ناظر. بصراحة الطبق حلو جدا، البتنجان المشوي عليه الصلصة اللي احنا عملناها دي عليه الكباب، طعمه خطير جدا، جديد، صنف جديد مش متعودين عليه. بصراحة يستاهل التجربة، بس ما يستاهلش بصراحة السعر الأوفر اللي محطوط عليه. الصلصة دي مدية للبتنجان إضافة حلوة جدا. الكباب نفسه طعمه حلو شبه الكفتة بتاعتنا، وطعمه مع البتنجان خطير، كأنك بتاكلي كفتة مشوية بالبابا غنوج. صنف حلو جدا يا بنات، جربيه. نص كيلو لحمة بتنجانتين وهتعملي أغلى صنف بيتقدم في أحسن المطاعم. بصراحة يستاهل التجربة في البيت، بس عمري ما جربه في مطعم. تقدري تاكليه بالشوكه او زي ما انا عملت كده رغيف تورتيلا وفردت عليه طبقه بتنجان حلوه. بعد كده رشيت على البتنجان شويه صلصه من الحمرا دي اللي مع الكباب، رشه حلوه كده، وحطيت عليهم سلطه بقدونس بالبصل والسماق، وبعدين رصيت عليه الكفته. وبرميه بقى كده زي رغيف الشاورما او زي العيش العربي لما بيتحط فيه الكفته. وممكن تاخديه على الجريلا وتبصميه، ممكن زي ما هو كده قطعته وطعمه حلو جدا بالعيش التورتيلا او بالخبز العربي او بالعيش اللي هو بتاع الشاورما الخفيف ده، حلو جدا تاكليه باي طريقه، او حتى بالعيش المصري بتاعنا. بس كده حبايبي، ده الفيديو بتاعي النهارده. يا رب الفيديو يكون عجبك وتطلع منه ولو بمعلومه بسيطه. حاولي تجربي كباب علي ناظر، مكوناته سهله وبسيطه، ممكن اي حد يجربه في البيت، طعمه مختلف وثقافه اكل مختلفه علينا، بس حلوه قوي تستاهل تجربيها. لو الطريقه دي عجبتك جربيها واكتبي لي رايك في الكومنتات، وما تنسينيش بقى باللايك والشير وسبسكرايب وتفعيل زر الجرس للقناه لو محتوى قناتي بيعجبكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.